السلام عليكم. أنا اسمي أحمد وأنتوا بتسمعوا بودكاست قصص ميز. أهلا بيكم في الحلقة رقم 12 من الموسم الجديد من قصص ميز. قضية النهاردة هنتكلم فيها عن القاتل المتسلسل بالفأس اللي أرعب مدينة نيو أورلينز، واللي بتعد واحدة من أغرب القضايا للقتل المتسلسل. اسم حلقة النهاردة هو رعب في نيو أورلينز. ومن غير ما أطول عليكم يلا بينا نبدأ. بدأت الأمور في سنة 1918، ولمدة 18 شهر تقريبا هزت مدينة نيو أورلينز والمناطق المجاورة سلسلة من جرائم القتل اللي ارتكبها قاتل متسلسل، واللي أطلق عليه بعد كده القاتل المتسلسل بالفأس. كان القاتل المتسلسل ده تجسيد للرعب اللي مستخبي في ظلال مدينة نيو أورلينز، واللي كان بيهاجم وبيقتل بشكل حصري في الليل بس. ومن المحتمل إن هو مسؤول عن 12 هجوم و6 جرائم قتل بشكل مرعب، وكان دايما بيستهدف الناس وهم نايمين في سرايرهم. في يوم 23 مايو سنة 1918 وقع أول هجوم مشتبه بيه للقاتل ده في شارع ماجنوليا رقم 4901، واللي هناك اتعرضت كاثرين وجوزيف ماجيو لهجوم عنيف بالفاس، واستخدم المجرم شفرة حلاقة عشان يقطع حناجرهم. تم قطع راس كاثرين تقريبا بالكامل، وتعرض جوزيف للعديد من الإصابات الخطيرة، وعثر أشقاء جوزيف اللي بيعيشوا في نفس البيت معاه على جثثهم، وما كانوش سمعوا أي حاجة ولا شافوا أي حاجة، وما كانش فيه أي حاجة في البيت اتسرقت، وكان باب المطبخ مكسور. بعد كده عثر على فاس دموي في المكان، وبعد تحقيق السلطات كان بيعتقد إن القاتل المتسلسل دخل من باب المطبخ، لأن دي حسب كلامهم كانت من عاداته. في يوم 28 يوليو سنة 1918 حصل هجوم تاني في شارع اسمه دورجونوا، وهناك الناس اكتشفت لويس بي سمر وآنا لو، وهما الاتنين كانوا في حالة حرجة. لهم كان خباز اسمه جون زانكا، واللي كان بيوصل الخبز لبيتهم في اليوم ده. بعد الهجوم البشع لويس نجا، أما بالنسبة لآنا ففضلت 7 أسابيع في حالة حرجة في المستشفى قبل ما تموت. أنا قالت إن في شخص أبيض ضخم كان معاه ساطور هاجمها. بعد كده السلطات لقوا إن باب أوضة النوم كان مكسور، والمرة تانية لقوا فاس دموي في المكان. وبعد مرور حوالي شهر، وفي يوم 5 أغسطس سنة 1918 جوز السيدة إيد شنايدر لقى مراته وهي في حالة حرجة وكانت لسه على قيد الحياة، وبسرعة نقلها للمستشفى، وبعد مجموعة من العمليات تمكنت من النجاة. وخلال التحقيق تم اكتشاف إن الفاس بتاع العيلة كان ضاع قبلها بفترة، وهو نفس الفاس اللي القاتل المتسلسل استخدمه. وبعد كده ب5 أيام، وفي يوم 10 أغسطس سنة 1918 تم العثور على جوزيف رومانو، واللي كان عنده 80 سنة، بعد ما بناته الاتنين بولين وماري سمعوه وهو بيصرخ، ولما لقوه كانت راسه متحطمة. البنتين بيقولوا إن هما شافوا القاتل، ووصفوه بأن هو مظلم وطويل وضخم، وكان لابس بدلة سودا وقبعة سودا، وبدأ الرعب يبقى في كل مكان. كانت الرجالة دايما شايلين أسلحة وبيحاولوا يحرسوا عيلتهم في الليل، والشرطة بتعمل بكل جهدها عشان يحلوا لغز جرائم القاتل. وتم إضافة المزيد من رجال الشرطة عشان يشتغلوا يوميا. وبعد حوالي 7 شهور، وفي 10 مارس سنة 1919 اتعرضت عيلة كورتميليا لهجوم. روز كورتميليا صحيت، ولما بصت جنبها لقت جوزها تشارلز بيحاول يقاوم القاتل المتسلسل. وبسرعة تشارلز خسر المعركة، وتعرضت روز وبنتها اللي كان عندها 2 للهجوم من نفس القاتل. وبعد الحادثة دي تمكن تشارلز وروز من النجاة، ولكن بنتهم توفت بشكل مأساوي.
وزي عادة القاتل الفاس اللي كانت مستخدمة كانت الفاس بتاعة عيلة كورتميليا. وبعد 5 أيام وصلت رسالة من القاتل لصحيفة نيو أورلينز تايمز، واللي قال لهم فيها: لم ولن تلقوا القبض علي، فأنا غير مرئي. أنا الذي تسمونني القاتل المتسلسل بالفأس، مما لا شك فيه، فإن أهل نيو أورلينز يعتقدون أنني قاتل مروع، وهذا ما أنا عليه. ولكن يمكنني أن أكون أسوأ إذا أردت ذلك. يمكنني بسهولة قتل الآلاف من أفضل مواطنيكم. بعد كده القاتل كان كاتب تهديد واللي أرعب مدينة نيو أورلينز كلها، وقال إنه تحديدا في يوم التلات اللي جاي الساعة 12:15 بالليل هكون بتمشى في مدينة نيو أورلينز وهقدم اقتراح بسيط للناس. أنا بحب موسيقى الجاز جدا، وإني مش هقتل أي حد مشغل موسيقى الجاز في بيته، ولكن لو سمعت بيت مفهوش الموسيقى شغالة هقتلهم. كان يوم التلات اللي القاتل بيتكلم عليه هو يوم 19 مارس سنة 1919، وبيقال إن المدينة في الليلة دي كانت كلها مشغلة موسيقى الجاز. وجدير بالذكر إنه محدش اتقتل في الليلة دي، ووافى القاتل المتسلسل بوعده. Куда летишь, да кукушечка, ку-ку? Куда летишь, да ты серая, ку-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 ку, кошечка. وبالرغم من الجرائم البشعة اللي القاتل ارتكبها وتحقيقات الشرطة الطويلة والمرهقة، إلا إنهم عمرهم ما قدروا يوصلوا له، وبتظل القضية لحد يومنا ده لسه ما اتحلتش بالرغم من مرور أكتر من 100 سنة عليها. وبكده تكون خلصت حلقتنا النهاردة، فلو عجبتكم ما تنسوش تعملوا فولو وريت للبودكاست اللي هتلاقوه على أبل بودكاست، جوجل بودكاست، سبوتيفاي، وأي مكان تاني بتسمعوا فيه بودكاست. أشوفكم الحلقة الجاية إن شاء الله. سلام.